من افضل الناس اللي بتعمل اكل في اسكندريه عند المقام. احنا اللي عملنا الاكل معانا. والمقام ملك الفطير. يعني ايه ملك الفطير؟ الراجل ده طول عمره مشهور بالفطير وفرع سموحه نار على العالم، بس انا النهارده جاي اكلمك على فرع ميامي، وده الاكتشاف بجد. زي ما عودتكم في ال 150 فيديو اللي انا عملتهم خلال الشهور اللي فاتت ان كل مكان وله حكايه. انا جاي النهارده احكي لك على مكان من اكتر الناس المشهوره قوي في الفطير والبيتزا. الناس ده يا جماعه عالميه بسم الله ما شاء الله، هم كده كده معروفين، بس انا جاي اضيف لك كام حاجه كده ما كنتش تعرفها. البيتزا والفطير موجودين في كل حته، بس المقام يختلف عن اي حته. تعال اقول لك ليه. مبدئيا كده كل حاجاتهم بالسمنه البلدي، وكمان الجبنه الموتزاريلا الطبيعي، ودي حاجه نادره قوي تلاقي حد شغال بجبنه موتزاريلا طبيعي انها غاليه. وبالنسبه للجبنات فبيحطوا اوائل جبنه رومي وجبنه كيري مكعبات، يعني البيتزايه او الفطيره اللي انت تاخدها اخد حقها وزياده زي ما قال الكتاب. عشان كده وانت داخل اي محل عندهم هتلاقي مكتوب عليه احنا اللي عملنا الاكل مقام، والمقام ملك الفطير. وبالنسبه للفطاير الحلو فهم شغالين بنوتيلا. هتقول لي ازاي؟ ده النوتيلا غاليه جدا. اقول لك والله العظيم شغالين بنوتيلا. تعالوا اقول لكم بقى احنا طلبنا ايه. فطيره صدق حادق، وفطيره مشكل فراخ شرقي بالسمنه البلدي، بيتزا مشكل فراخ جبنه موتزاريلا، وكمان بيتزايه نص فراخ باربيكيو ونص رانش، وواحده مكرونه جريسكو متغرقه بالجبنه الموتزاريلا من فوق، ودي بتعمل احلى شده وانت مطلعها لفوق كده، حاجه كده جمدان. اسمحوا لي بقى اكلمكم على المكان. المكان ده يا جماعه دورين بسم الله ما شاء الله، حاسس ان داخل قصر. بصوا على المكان وديزاين المكان يا جماعه متكلف، يعني اللي عمل الديزاين ده شابولي اقسم بالله يا جماعه، حاسس ان قاعد في قصر بجد. حتى الحمامات، انا اسف ان انا بقول حمامات، بس الحمامات يا جماعه كميه نظافه غير طبيعيه. وطبعا ما ينفعش نمشي من غير ما نجرب الحلو بتاع المقام. وطبعا مش محتاج اقول لك ان هو شغال بنوتيلا، ودي حاجه نادره قوي، ودي احلى جرناشه ممكن تشوفها في حياتك. نزل بقى نوتيلا، بعد كده مكسرات، بعد كده سمنه بلدي، هوب راح حاطط تاني شويه مكسرات تاني، اخر دلع يا جماعه. وكمان جبنه واحده سكر، بينزل باللبن، بعد كده السمنه البلدي هوب راح نازل بالسكر ومن فوق مغرقه. وكل العظمه ده ب 25 جنيه بس. هتقول لي ايه ده كل ده ب 25 جنيه بس؟ اقول لك اه والله ب 25 جنيه بس. ومش بس كده، كمان عندهم البيتزا بتبدا من 35 جنيه. 35 جنيه انت متخيل يعني ايه؟ ملك البيتزات في اسكندريه كلها تبدا البيتزا ب 35 جنيه، وكمان الفطير بيبدا من عنده الحلو ب 25، وبالنسبه للفطير الحادق بيبدا من 42. الناس دي يا جماعه جامده قوي، انا مش لاقي كلام اقوله بقى في حق فطيره النوتيلا. بسم الله ما شاء الله، النوتيلا يا جماعه بتشر كده من اي مكان في مصر او بره مصر او في اي حته في العالم، بيبقى نجاحه سبب واحد بس، الناس اللي شغاله في المطبخ او الاستاف. والاستاف بسم الله ما شاء الله. وما تنساش لما تروح عند المقام تقول لي انت جربت انه فطيره وانه واحده اللي عجبتك اكتر من الثانيه. وطبعا مش محتاج اقول لك لو عجبك الفيديو دوس اللايك بتاعك الحلو. وبالنسبه بقى لفروع المقام فهم عندهم اتنين، واحد في سموحه وواحد في اول خبن الوليد من ناحيه سيدي بشر، وفرع سموحه في شارع مسجد حاتم امام ابراج الصيادله. وبالنسبه بقى لفرع ميامي فهو شارع خبن الوليد من عند فندق الهيلتون. الناس بقى اللي جربت المقام ايه اكتر حاجه عجبتك هناك؟